السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسوية، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسوية. النهاردة بصراحة هنعرض معاكم طقم بصراحة مبتكر. ليه؟ لأنه صغير، سعره مش زي الأطقم الكبيرة، ثانيا يعتبر شامل كل حاجة. طبعا ده طقم 8 قطع يا جماعة. بصراحة عاملين تكوين حلو ليه، حاطين كل المقاسات المطلوبة والأساسية في الحلل. وطبعا انت تقدر تزود فرط زي ما انت عايز، يعني موجود الحلل بالواحدة مفيش مشكلة. الطقم ده جميل جدا يا جماعة، شامل كل شيء زي ما بيقولوا، في حلل، في طاسات، في صواني. خلينا بقى نشوف مع بعض كده المكونات. الطقم ده بيجي يا جماعة 3 حلل. الطقم ده بيقولوا عليه 8 قطع، 3 حلل، حلة مقاس 20 24 28. يعني واخد معظم المقاسات الأساسية من أصغر حلة للحلة الوسط لأكبر مقاس موجود. طبعا الحلل زي ما انتوا عارفين، كل حلة أو كل نيوفلام عموما، الطاسات حلل صواني كله نفس الفكرة. بيبقى متسجل هنا كلمة نيوفلام، وطبعا في قعر كل حلة أو صينية أو طاسة نفس القصة، بيبقى مكتوب كلمة نيوفلام اهو، ميد ان كوريا، صنع في كوريا. زي ما قلنا حلل، 3 حلل، صغيرة مقاس 20، وسط مقاس 24، حلة كبيرة أكبر مقاس 28. تعالى بقى في الطاسات، جايب معاه طاسة مقاس 24، طبعا انتليجنت موزايك أو الخلايا النحل اهي زي ما بيقولوا. دي يا جماعة هو هنا بيسجلها كلمة انتليجنت موزايك أو الموزايك الذكي. طبعا كل النيوفلام الكوري بالذات المضلع أو كله دلوقتي نازل، حتى لو مش مضلع في النيوفلام الشكل التاني بينزل بطبقة الاكستيرما كوتنج. برضو أرجع أكد عليكم يعني ايه اكستيرما كوتنج. دي طبقة إضافية يا جماعة مقاومة للخدش، ميزتها إنها بتخلي الطقم اهو. خلينا نشوف المواصفات مع بعض اهو. اهو بيقول لك ان نازل اكسترما كوتنج، وبيشرح لك يعني ايه الاكسترما كوتنج. بيقول لك ديورابل ادجاست ويت، يعني بيقول لك بتفيد ان انت وزن الحله ما يبقاش تقيل زي زمان. هيت ايفن هيت ديستريبيوشن، في توزيع الحراره ممتازه. ريديوس انرجي، بتقلل معاك استهلاك الوقود لانه بيسخن بسرعه، او استهلاك الغاز بمعنى صح. طبقه ابجريدد نون ستيك، غير مقاومه للالتصاق. هيلسي كوكينج، طبعا للطعام الصحي. وبي اف او فري، مقاومه خاليه من الرصاص، خاليه من الكاديوم، خاليه من كل المعادن الضاره يا جماعه. دي لوحدها حاجات دي تمنها فلوس. ده اللي يفرق ما بين اي طقم مع من ابو 1000 جنيه عن الطقم اللي ليه سعر وليه قيمة، ان هو يكون خالي من الحاجات دي، انه مصنع بدون رصاص، مصنع بدون معادن الضارة، مصنع بدون الحاجات الرخيصة اللي بتعمل لا قدر الله سرطانات. غير كده قوة، تكنولوجيا عالية. شوفوا حتى يا جماعة دي الصينية، شوفوا السمك بتاع الصينية والحجم بتاع الصينية والارتفاع. وطبعا هنا اهو برضو بيكلمك على الاكسترما كوتنج، نون ستيك، غير قابله للالتصاق. اهم حاجه ادفانسد كوريشن كوريجن ريزيستنت، مقاومه للخدش، ودي اهم حاجه. خلينا بقى نستعرض مكونات الطعم. احنا قلنا لكم 20 24 الحلل، 26 بيجي 26 او انا اسف 28، 20 24 28. طاسة مقاس 24، والطاسة بيزودوا فيها خلايا النحل أو اللي بيقولوا عليها انتليجنت موزايك، الموزايك الذكي. غير طبقة الاكسترما يا جماعة، الطاسة بيزود عليها عشان الطاسة بتسخن، بتتحط فيها زيوت فعايزة حرارة عالية، فبيزود عليها كمان طبقة إضافية اسمها انتليجنت موزايك. حتى لو خدنا بالنا، شوفوا هنا الصينية اهي، لكن هنا شوفوا اللي هنا بيبقى أخشن شوية كده، واخد شكل ايه، خلايا النحل او الشكل السداسي ده. اخر حاجة بينزل معاها صينية وسط، صينية وسط وما شاء الله عالية وكبيرة. يعني عرض الصينية دي تقريبا 41 سنتي، الارتفاع اتوقع 10 سنتي. يعني من الاخر اللي هيجيب الطقم الصغير ده يا جماعة كأنه يعني خد من كل حاجة. بقى عنده صينية، عنده طاسة، عنده 3 حلل، المقاسات المطلوبة لكل بيت.
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب ام حمزة للتسويق.